اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. صباح الخير أو مساء الخير. أنا هنا بشارككم لحظات بسيطة من يومي، يمكن تكون عادية بس فيها حب وهدوء على طريقتي. لو بتحب الروتين البيتي يلا نبدأ سوا. أول حاجة كده طبعا، النهاردة كان الجمعة، كان روتين، يعني الروتين ده كان روتين يوم الجمعة. فأنا قلت أصوره معاك كده. أول حاجة طبعا فتحت الشبابيك، شغلت صلاة الجمعة. كان الأولاد قاعدين على التلفزيون فقلت لهم لأ هاتولنا الجمعة، وشغلت بخور كده، بخرت الشقة. وبعد كده دخلت على طول احضر لهم فطار. هنا بقى قلت احضر لهم فطار بسيط، هو كان بس فطار ليهم ولباباهم عشان انا ما كنتش لسه جعانه. فعملت لهم كده بيض بلانشون وجبنه رومي، وكمان قطعت الكنتالوب اللي هو الشمام، وكمان حطيت بقى جبنه رومي ولانشون. وكمان طلعت شيبسي وحطيت لهم عصير، عملت لهم الحاجات اللي هما بيحبوها يعني عشان يفطروا وتفتح نفسهم. وبعد كده بقى عايزه اقول لكم ان احنا فطروا وناموا تاني، يعني نمنا بقى ناموا على طول. وانا قمت بقى عملت الغدا، ان النهارده كمان كان فيهم مناسبه كده حلوه، وهي اكيد عرفتوا من العنوان يعني او من الصور اللي تنزل. عيد ميلاد بنوتي الكبيره، كده كده ما شاء الله كده كملت ال7 سنين. فقلنا يعني ان احنا في ظروف صعبه شويه يعني كده، فقلنا نعمل لها احتفال بسيط خالص، فمرضناش نزعلها، جبنا لها تورتايه كده صغيره ونحتفل بينا انا وباباها بس ونينتها وعمتها واختها، يعني حاجات يعني احتفال بسيط خالص يعني. فعملنا لها احتفال، فباباها بقى يعني ناموا، قلت انا عمال ما اعمل الغدا عشان احنا كمان خارجين النهارده، فاستغليت هما نايمين، عملت انا الغدا. عايزه اقول لكم بقى الغدا النهارده سهل وسريع للناس اللي بتحب الحاجات اللي هي في الحله الواحده السريعه اللي بتنجزها، لو وراها مشوار او وراها حاجه في الصيف ده مفرهده من الحر، ان احنا معظم الستات في الحر ده ضغطها بيوطى يعني. ربنا يقوينا. كمان لو وديتي بنتك الحضانه او ودروس او تمارين وتيجي بتبقى مفرهده يعني. فعملت بقى ايه رز بالكبد القوانص. بصراحة أكلة سريعة، ممكن تعمليها كوجبة لوحدها، وممكن تعمليها طبعا مع حاجات جنبها، وممكن تعمليها بطريقتين برضه، هقولك على كل حاجة دلوقتي. طبعا ممكن يكون في ناس عارفاها، بس انا قلت يعني يعني اقولها لكم، ان احنا نقترح على بعض اكلات، ان انتوا في الصيف بنزهق بصراحة من الطبيخ والحاجات دي، فانا قلت اقترح عليكم الاكلة دي. اول حاجة ان انا حمرت البصلاية زي ما انتوا شايفين مع حبة زيت كده، وحطيت عليها القوانص، كنت مقطعاها قطع صغيرة، طبعا كنا غسلينها بالليمون والملح كويس جدا. وبعد ما شوحت البصل بالقوانص، قلت ازود حبة مية صغيرة، حوالي ربع كوباية مية بس عشان تاخد سوا بسيط خالص، غلوتين كده، عشان ابدا اضيف بقية الايه الاكل وهو الكبدة. وحطيت بعد ما ضفت الكبدة حطيت ملح وفلفل اسمر بس، يعني ما حطيتش اي حاجة تانية. هتشوفوا ليه دلوقتي، عشان خاطر انا عايزه اعملها على يعني ممكن تحطي الرز على طول بعد ما تشوحي الكبده شويه، بس انا ما حبيتش كده بصراحه. انا نقلت الكبده قوانص في طبق صغير كده على جنب، لحد بقى ما عملت ايه، رحت انا واخده الدهان اللي هو نازل من طبعا من القوانص فيها برضو ده، رحت انا حطاهم بقى مع معلقتين حبايتين ورق لورا، وحبايتين حبهان، وواحدة عود قرفة ناشف كده. وزودت حبة زيت وحطيتهم كده، شوحتهم كده، اديتهم ريحة يعني. وحطيت بهارات لحمة بس بسيطة خالص، حسيت انها تديها طعم يعني. وقلبتها زي ما انتم شايفين لحد ريحة التوابل ما طلعت. بعد كده بقى ضفت الرز وقعدت اقلب فيه، وحطيت بقى الكبد والقوانص وزودت ميه وبس كده. هي دي الاكله بتاعت النهارده، الاكله سهله وجميله كده يعني، بجد سهله وبسيطه، مش عايزه منك وجع دماغ ولا اي حاجه. طبعا ممكن تقدميها بقى جنبها فراخ، جنبيها صينيه فراخ كده مشويه، ممكن تعملي اصلا الرز
بالرز البسمتي مش بالرز العادي، وهم قالوا ان هو احسن يكون بالرز البسمتي، فان شاء الله هجربها مرة تانية بالرز البسمتي. بس انا عشان كنت مستعجلة اليوم ده واللي كان متوفر عندي الرز العادي فقلت استخدمه عادي. فكان بصراحة طعمها جميل جدًا، جدًا وحلوة، و وعايزة تحطّي بقى خضار كمان ممكن تضيفي، بس أنا ما حبيتش يعني بصراحة، عشان أنا أولادي أصلًا ما بيحبوش الخضار. قدّمتها كده طبق ومع شيبسي ومخلل، بصراحة كانت جميلة أوي. هنا بقى دي التورتاية بعد ما جبناها، تورتاية كده صغنطوطة، كل سنة وأنتِ طيبة يا توتة، لو سامعة يعني وشافت الفيديو إنها بتحب تتفرج على فيديوهاتي أوي. قُلت كده أفرّحها بحاجة بسيطة. طبعًا إحنا كلنا التورتاية، اتغدينا وكلنا التورتاية وخرجنا، رُحنا مشوار كده. فبعد ما جينا من برّه طبعًا المنظر المطبخ زي ما أنتم شايفينه كده، أنا طبعًا مش هانام بالمنظر ده، عشان الريحة مش حلوة، وفي الصيف كمان لأ، يعني قُلت لازم إن أنا أصحى تاني يوم الصبح يبقى المطبخ نضيف، يبقى ليكِ نِفْس بقى تحضّري فطار، تعملي اللي وراكِ، يبقى يشجعِك. هنا طبعًا بقى غسلت المواعين، وكمان بعد كده رُحت غاسلة بقى الحوض لمّعته. الفرشة دي عايزة أقول لكم جميلة أوي، خشنة، تنضّف الحوض الstainless كويس، تاخد المكان الحاجات. ممكن تجيبي واحدة تانية أو مثلًا لو أنتِ مش عايزة تعملي بيها الحوض عندِك فرشة تانية جميلة أوي للغسل. أنا جايبة واحدة تانية للكوتشيات والإسليبرات وكده، بتخلّيها جميلة أوي وتنضّف الحاجة، ففعلًا فرشة جميلة أوي. هنا بقى قُلت كده ألمّع الرخامة كمان معايا، ولمّعت البوتاجاز. وخلّيت كده المطبخ يعني إيه، إن هو جاهز إن أنا أصحى يبقى نضيف. طبعًا طول ما أنا باعمل المطبخ باحاول أجدد شوية، حاجة بسيطة في المطبخ، حاجة الحاجة بسيطة خالص. الرخامة يعني ضبّطت كده، غيّرت الشكل، كان الصينية بالطول عملتها بالعرض بس كده. تعالوا بقى أوريكم أنا جبت إيه. تعالوا بقى بعد ما خلّصنا وضبّطنا المطبخ كده ويومنا خلص، أوريكم الأوردر اللي جالي ده. أنا كنت طالباه بقى لي حوالي أسبوعين، بس كنت مستنياه بفارغ الصبر يعني. نفسي أبطّل الحركة دي. كنت جايبة من بنوتة جميلة جدًا، بتجيب حاجات أونلاين تركي وحاجات جميلة كلّها مستوردة. جبت المَج SHEIN الجديد. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في المَج التحفة ده؟ بصراحة كنت مستنياه بفارغ الصبر كده. بصراحة تغليفها حلو أوي، والكيس بتاعها حلو، حاطة كمان كارت thank you for your order. بصوا wish you have a nice day. بصراحة طريقة تغليفها جميلة جدا، وطريقة شكلها حلوة قوي، والمج تحفة قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بقى نعمل مش عارفة بصراحة نعمل نسكافيه ولا ايس كوفي، هنشوف دلوقتي ونعمله. وهنا بقى لقيت نفسي ان انا كنت لسه غالية لبن بعد ما خلصت المطبخ، قلت يبقى بس اعمله بقى ايه، نسكافيه عادي، مش هعمل ايس كوفي دلوقتي. وعملت بقى النسكافيه، وده كان الفيديو النهارده، وده كان روتين النهارده. يا رب يكون حمستكم او فدتكم باي معلومه صغيره. وبكده يومي يكون خلص معاكم. يا رب يكون اللحظات البسيطه دي عجبتكم. ما تنسوش تسيبوا لي تعليق ولايك، وتشتركوا لو لسه ما اشتركتوش في القناه، واشوفكم في يوم جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.